إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، ويونس هو بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري. حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا: أبقرة تتكلم؟ أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال مسلم: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقر. وهذا الإسناد الثاني أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بالإسناد عند مسلم. قال مسلم أيضا: وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا. وقال في حديثهما: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. فالإسناد الأول عند مسلم هنا رواه البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة. قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة بالإسناد الأول. أما الإسناد الثاني فالذي رواه الإمام مسلم فأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد، وشيخه في هذا الإسناد هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. قال مسلم وهو آخر إسناد لهذا الحديث: وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. هذا حرف
يشير إلى تحويل الإسناد، كأن مسلما يقول أنا عندي إسناد آخر لهذا الحديث، فيقوم يضرب على الإسناد الأول. لا أنا أقصد بالضرب عليه أنه يحذفه، ولكن يتوقف عند راو فيه ثم يبدأ الإسناد الثاني، ويلتقي الإسناد الثاني مع الإسناد الأول عند الراوي المشترك. يعني هو هنا آخر رجل في الإسناد الأول هو شعبة. الإسناد الأول عند مسلم يقول حدثناه محمد ابن المثنى وابن بشار. ابن بشار اللي هو مين؟ اللي هو محمد أيضا كما قلناه أمس. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر. حدثنا شعبة. يبقى آخر راوي في الإسناد الأول هو شعبة. وبعدين الإسناد الثاني وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم. كلاهما اللي هما مين؟ هيبقى شعبة ومسعر. خلاص؟ يبقى شعبة بن الحجاج ومسعر ابن كدام كلاهما يروي هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد الأول أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة عن الشيخ الثاني لمسلم وهو محمد بن بشار. قال البخاري حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر. وأنا امبارح قلت قلت ان محمد بن بشار إذا روى عن محمد بن جعفر إنما يروي عنه بلقبه لا باسمه. حصل ولا نسيته؟ محمد بن المثنى لا يقول غندر، إنما يسمي غندرا باسمه، يقول حدثنا محمد بن جعفر ولا يذكر لقبه. أما محمد بن بشار فعادته أن يذكر لقب محمد بن جعفر، يقول حدثنا غندر. والإسناد الثاني اللي هو محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة عن مسعر أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني يعني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة أيضا بسند آخر إلى أبي سلمة فقال حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان اسمه إيه؟ حد عارف؟ لا، الحكم ابن نافع. أحسنت. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع وهو أحد مشايخ الإمام أحمد. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث حديث البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم. قال العلماء أن هذا يكون على مشارف الساعة، يكون على مشارف الساعة يوم تظهر الفتن ويعني يكون هناك البلاء العام. ومن علامات الساعة آنذاك أن تكلم السباع الإنس، وأن يتكلم الحائط وتكلم الحجر وتكلم الشجر، بل وتتكلم الأحذية أيضا، بل وتتكلم أعضاء الإنسان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد وروى الترمذي آخره وحسنه وصححه على شرط مسلم أيضا الحاكم في المستدرك وصححه بإطلاق البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على غنمة منها فاستنقذها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال للراعي أما تتقي الله أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ ففزع الراعي وقال ما رأيتك اليوم عجبا، ذئب يوقع على ذنبه ويتكلم بكلام الإنس. فقال له الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فقال له الراعي وما ذاك؟
قال محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يحدث الناس بأخبار ما مضى. فأخذ الراعي غنمه وزواها في زاوية في المدينة، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فنادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة بفتح الجزئين بمعنى ائتوا الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال للراعي أخبرهم، فأخبرهم الراعي بما كان بينه وبين الذئب. فلما انتهى من قصصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي، إن من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس، وإن الرجل لا يخرج فتكلمه نعله وتكلمه عصاه وتكلمه فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني هو سايب مثلا أهله في البيت، الفخذ تقول له إن أهلك بعدما خرجت فعلوا كذا وكذا وكذا. فهذا اليوم يعني تذر الفتنة بقرنيها، فحينئذ تتكلم البهائم والسباع مع بني آدم. ومنه هذا الحديث: بينما رجل يسوق بقرة له إذ حمل عليها فالتفتت إليه البقرة فقالت ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث. فتعجب الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث وفزعوا من هذا الخبر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فخصهما دون سائر الصحابة بالإيمان الجازم الذي لا يصحبه تعجب كما فعل الصحابة. وفي حديث أبي سلمة في آخر الباب عند مسلم قال وما ثم هما أو وما هما ثم، أي ما كان أبو بكر وعمر في المجلس آنذاك، إنما كانا غائبين عن هذا المجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في غيابهما. والجزء الثاني هو قصة الذئب. قال صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه إذ عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. والعلماء يقولون هذا أيضا في زمان الفتن، يوم يفر الناس من المدن ويلوذون بالجبال خوفا وفزعا من الفتن، فيترك الناس أموالهم، فمن كان له غنم يتركها، ومن كان له إبل يتركها، وكان له بقر يتركها فرارا بدينهم من الفتن، اللي هو الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وفي هذه الآونة يمر الحي على قبر الميت فيقول له يا ليتني مكانه. هنا يترك الناس أنعامهم فيضع الذئب فيها يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء، وله حرية الأكل وحرية الترك كأنما هو صاحب الغنم. وذلك يقول له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وإنما يعني قال أنه هو الراعي لأنه هو صاحب التصرف فيها كأنه مالك الغنم. باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي، أبو الربيع اللي هو سليمان ابن داود الزهراني، وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. ومسلم رحمه الله ممن يعتني بمثل هذا بذكر أدوات التحمل للخلاف المعروف فيها بين أهل العلم قديما.
كان بعض أهل العلم يفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فيجعلون التحديث ما كان من لفظ الشيخ، ويجعلون الإخبار ما كان عرضا على الشيخ. العرض اللي هو أن يقرأ تلميذ حديث الشيخ، خلاص كأنه بيعرض عليه زي القرآن. القرآن لما فيه التلميذ بيقرأ على الشيخ ده اسمه عرض، اسمه عرض يعرض عليه. فكانت العادة أن التلميذ في مسألة العرض دي يقرأ على الشيخ يقول حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والشيخ يقر، إما يقول نعم أو يهز رأسه بالموافقة. فده اسمه إيه؟ اسمه عرض. فالعلماء حبوا يفرقوا ما بين العرض والسماع، فقال لك نعمل صيغة للعرض. العرض يبقى ايه؟ نقول فيه أخبرنا. أما إذا قرأ الشيخ حديثه من لفظه على التلاميذ فيقول لك حدثنا. تمام؟ وفي بعض العلماء بيعكس المسألة دي، وبعض العلماء يسوي بين حدثنا وأخبرنا، وهم أكثر أهل العلم. وللطحاوي أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية له جزء نفيس اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا، وأتى بالأحاديث التي فيها الوجهان معا. مسألة إن يقرأ على الشيخ والشيخ يقرأ مرة بحدثنا ومرة بأخبرنا. فالإمام مسلم ليه يعني دقته في هذا الباب، وكتاب مسلم كتاب أسانيد. اللي عايز يستمتع بالأسانيد يقرأ في صحيح مسلم، واللي عايز يستمتع بالفقه يقرأ في صحيح البخاري. فمسلم كتابه أسانيد، يعني الأسانيد بتاعت مسلم أسانيد ممتعة فيها صنعة حديثية راقية. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك، أي أن ثلاثتهم قالوا حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن المبارك. عن عمر ابن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، أي بعدما مات وضع في نعشه، والنعش يقال عنه السرير. فتكلفه الناس، أي التفوا حول هذا النعش، يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال فلم يرعني إلا برجل، أي فلم يفجأني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، يعني مسك كتافه من الخلف. فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإن الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا ابن المبارك بهذا الإسناد عند مسلم. وعبدان لقب لشيخ الإمام البخاري واسمه عبد الله ابن عثمان. ولماذا لقب بعبدان؟ لأن كان له كنيتان، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، فهو عبد في الكنية الأولى وعبد في الكنية الثانية، فهو عبدان. فانتشر عنه أنه هو عبدان، وهو عبد الله بن عثمان ابن جبلة، هو محدث وأبوه محدث أيضا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم اللي هو الإمام العالم الكبير المعروف بإسحاق ابن راهويه، أحد الأئمة المجتهدين في الحديث وفي الفقه أيضا، وكان يعني يجري في مضمار الإمام أحمد بن حنبل، وكان صديقين الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. وقال الإمام أحمد فيه ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق بن إبراهيم، وإن كان يخالفنا في أشياء
فلا زال الناس يختلفون. هذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله، يعني يقول إسحاق يخالفنا في أشياء، ودي طبيعة الناس أن يختلف الناس لاختلاف نظرتهم للأدلة واختلاف فهمهم والأصول التي يجرون عليها. وكان إسحاق ابن راهويه ممن يعتد بعلمه ويعتد بنفسه، حتى أنه لم يقتنع بالشافعي رحمه الله، وكان له أكثر من مناظرة مع الشافعي، وإن كان الشافعي ظهر عليه فيها جميعا، وقلما يغلب الشافعي في مسائل الاستنباط. مسند أحمد في عدد الأحاديث، وقد فقد هذا المسند العظيم ما عدا الجزء الرابع منه، وقد نشر الجزء الرابع في 5 مجلدات، يعني نشر من حوالي 4 أو 5 سنوات في 5 مجلدات. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. أو إسحاق بن راهويه ما كان يقول حدثنا أبدا، إنما كان يقول أخبرنا. والعلماء جعلوا هذا يعني قرينة للتمييز بين شيوخ البخاري الذين لم ينسبوا. تعرف البخاري له أكثر من شيخ اسمه إسحاق، عنده إسحاق المنصور، وعنده إسحاق بن راهويه، وعنده إسحاق بن شاهين. فكثيرا ما يقول البخاري حدثنا إسحاق ويسكت. فالعلماء يختلفون، إسحاق ده ابن مين؟ فمن قائل انه ابن منصور، ومن قائل انه ابن ابراهيم، ومن قائل انه ابن شاهين. ليه؟ لان شيخ اسحاق احيانا يكون من مشايخ هؤلاء الثلاثه، فانت بقى تحتار. يعني اسحاق يقول حدثنا عيسى بن يونس، يقول عيسى بن يونس ده روى عنه اسحاق بن منصور، وروى عنه اسحاق بن شاهين، وروى عنه اسحاق بن راهويه، فانت تبقى مش عارف هو انا واحد فيهم. فالعلماء ينظرون إلى أداة التحديث أو الإخبار أو التحمل يعني، فإذا رأوا أخبرنا فيترجح لديهم أنه إسحاق بن راهويه. ليه؟ لأن إسحاق بن راهويه ما كان يقول حدثنا أبدا ولا يقول أنبأنا، إنما كان يقول أخبرنا. وقد أحصيت الحافظ ابن حجر العسقلاني أكثر من 20 موضعا في فتح الباري وهو يعين هذه الترجمة، فيستخدم هذه القرينة، يقول ابن إسحاق هنا هو ابن راهويه لأنه قال أخبرنا، وهو لا يقول حدثنا ولا يقول أنبأنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الإسناد عند مسلم. هذا الحديث فيه رد على الشيعة الذين يكرهون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويلعنونه، لا يكرهونه فقط بل ويلعنونه هو وأبو بكر وعمر وعائشة وحفصة وسائر الصحابة ما عدا 6 صحابة أو 7، منهم أبو ذر ومنهم عمار بن ياسر ومنهم أم سلمة. هؤلاء لا يلعنونهم على أساس أن هم دول ممن يعني كانوا في صف علي رضي الله عن الجميع. وسمعت واحد من إخواننا أعطاني من حوالي 2 أسبوع شريط تسجيل أسمعه، وكان الشريط ده عبارة عن لقاء فضائحي نسبة إلى الفضائحيات اللي هي إيه اللي الناس بيتفرجوا عليها دي، وهو فضائحي فعلا يعني لدكتور يوسف القرضاوي، وواحد بيحاوره عن مسألة التقريب بين الشيعة والسنة. والحقيقة ضربت كفا بكف وأنا أسمع هذا الحوار، وقد بدا جليا أن الدكتور المذكور لا يعرف شيئا قط عن الشيعة أبدا. لا يمكن الكلام اللي أنا سمعته يكون واحد قرأ كتابا واحدا عن الشيعة. رجل يقول الشيعة ناس فضلاء وناس ممتازين، وقابلت آية الله تسخيري وآية الله مسخرة وآية الله مش عارف ايه، كم آية كده ذكر انه قابلهم، وقال والدلالة على ان الناس دول ناس افاضل وكويسين ان انا لما رحت قدموني اصلي بيهم، ولو كانوا لا يرون الصلاة خلف السني ما قدموني. قال لا، طب ومذهبهم المعروف
مذهب التقية المعروف، ما هم عارفين ان الدكتور رجل مشهور في بلاد المشرق وبين اهل السنة، وعايزين يكسبوا الكلام، يكسبوا هذا المنبر وهذا البوق. هيطلع يتكلم في محاضرة، يتكلم في خطبة جمعة، يتكلم في اي حاجة، ده راجل مشهور وله مثلا موقع على الانترنت وله مجلات بتنشر له وله جماعة شايلينه شيء. فالنهارده لما يروح يقول لك يا جماعة السنة، يا جماعة السنة الشيعة دول ناس أفاضل وناس كويسين والكلام ده، هم عايزين ايه أكتر من كده؟ عشان يحصل نوع من التنويم المغناطيسي لأهل السنة إن الشيعة دول ناس أفاضل، فيتسنى الشيعة ينشروا مذهبهم على أكتاف الجهلة من أهل السنة. فإزاي يعني يخفى عليه إنه ممكن يقدموه علشان يركبوه وعشان يوصلوا من خلاله إلى مآربهم؟ فيقول لهم ناس أفاضل وناس ممتازين، والوقت مش وقت شيعة وسنة، الوقت إسرائيل عمالة تذبح في الكل والكلام ده. الشيعة يعني في كتاب أنا عايز الجماهير اللي تسمع صوتي دي تقرأ هذا الكتاب عشان يعرفوا الشيعة من كتب الشيعة مش من كتب السنة. كتاب بذل فيه صاحبه مجهودا كبيرا فعلا وتعب عليه، كتاب اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. تقرأ من كتب الشيعة وتقرأ من كتب اليهود، لا ترى فرقا بين هؤلاء وهؤلاء. وما ظنك بأناس يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أمهات المؤمنين، ويخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لا يجعلونهم من آل البيت. فده انت تحط لك فيديو ازاي ده؟ وهل بدعوى ان اسرائيل عماله تضربنا بالصرم القديمه وامريكا عماله تضرب فينا نترك هذا الاصل الاصيل بدعوى ان هؤلاء بيضربونا؟ طب هو انا لو خدت الشيعه بالحضن هو اسرائيل هتطلع؟ هي امريكا هتطلع؟ ما احنا عاملين زي برضه الجماعه المغفلين ممن ينتسبون الى اهل السنه، يقول لك يا اخي اللحيه كل حاجه، اللحيه دي اللي انتوا بتتكلموا عليها واسمها الازار ايه وتتكلموا عليه والكلام ده، واسرائيل عماله تذبح فينا. طيب يا سيدي انا هحرق دقن الصبح، اسرائيل طلعت؟ هضوي الهدوم واجرجرها على الارض، اسرائيل طلعت؟ لا، يبقى انا لا انتحيت ولا اسرائيل طلعت، ولا قصرت ازاري ولا اسرائيل طلعت برضه. يبقى خذلك الطاعه اللي المفروض انت تعملها، ودي مربوط بيها لعن، مربوط بها نار. الحاجات دي إذا قصر المرء فيه يبقى لا أنا عملت الطاعة التي أمرت بها ولا عدوي خرج من أرضي، فأي خذلان أعظم من هذا؟ هذا الحديث وغيره يرد على هؤلاء المفترين الذين كانوا يزعمون أن علي بن أبي طالب كان يكره عمر بن الخطاب وكان لا يحب عمر بن الخطاب، وأن عائشة كانت تكره علي بن أبي طالب، ويستدلون على ذلك بكلام علي بن أبي طالب في حديث الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أهله في أمر عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كرب لهذا الأمر كربا شديدا، يعني استشار أسامة بن زيد فقال يا رسول الله أهلك لا نعلم إلا خيرا، واستشار علي بن أبي طالب فقال النساء غيرها كثير. فعلي بن أبي طالب عايز يريحه، هو تعبان عليه الصلاة والسلام، طب تعبان ليه بيت الله وياخد غيرها إذا كانت المسألة يعني يعني المهم. فقالوا إن على عائشة رضي الله عنها كانت بتكره علي بن أبي طالب لأنه قال في حقها الكلمتين دول، ولذلك خرجت عليه في يوم الجمع، خرجت مع علي مع معاوية بن أبي سفيان ومع طلحة ومع الزبير، ومن له أدنى إلمام بالأخبار يعلم كذب هذا قطعا. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تبجل علي بن أبي طالب، وقد جاءها رجل يسألها عن المسح على الخفين فقالت ألا أنبئك بأعلم الناس بذلك، ائت علي بن أبي طالب فإنه يدلك على ذلك. فذهب هذا الرجل إلى علي بن أبي طالب واستفتاها في هذا الأمر. فمسألة الخروج لا، ما خرجت عائشة على علي بن أبي طالب بهذه الدعوة الصدعاء، إنما خرجت بسبب أن طلحة والزبير غلباها على أمرها، وقد اعترفت رضي الله عنها بذلك لعبد الله بن عمر
فإنه بعد أن انتهت الفتنة، وكما تعلمون أن عبد الله بن عمر لم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومعه نفر من الصحابة منهم محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص في آخرين رضي الله عنهم. فلما انتهت الفتنة ولزمت عائشة بيتها بعدما رأت المحنة الجسيمة واليوم العصيب الذي قتل فيه 70,000 من الجانبين، فاعتزلت ويعني قعدت في بيتها، وكلما ذكرت الفتنة تبكي حتى تبل خمارها. فقالت لمولى لها: إذا مر أبو عبد الرحمن فآذني به، اللي هو عبد الله بن عمر. فخرج عبد الله بن عمر وراح المسجد في يوم من الأيام، فناداه مولى عائشة وإن عائشة تريده. فلما دخل عليها وسلم قالت: يا ابن عمر، ما منعك أن تمنعني لما خرجت؟ قال: رأيت طلحة والزبير غلباك على أمرك. فقالت: أما والله لو نهيتني لانتهيت، يعني لو قلت لي لا تخرجي أنا ما خرجت. فطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: لو خرجت ويعني رآك الجانبان ولكف كلاهما عن الآخر. وعائشة رضي الله عنها كانت صاحبة حظر، وكان المسلمون جميعا يحبونها ويعلمون قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الميزان عندهم: أحب الناس إليهم أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان الميزان عند هؤلاء الصحابة. فظنوا أن عائشة لما تقف بين الصفين وتشاور بين اتقوا الله كل واحد يروح داره إنهم هيسمعوا الكلام. ولكن يعني الفتنة إذا جاءت ضاعت أحلام الرجال، ودائما تبدأ الفتنة فتية ثم ترتد عجوزا شمطاء، لا يدرك أحد حجم الفتنة إلا بعد أن تنتهي، يعرف بقى بشاعة المسألة. فعائشة رضي الله عنها خرجت. وقصة كلاب الحوأب أيضا قصة معروفة في السير مشهورة، وصححها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في آخر الجزء الأول من سلسلة الصحيحة، أن عائشة وهي ماشية مع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع وصلت إلى بئر ماء اسمه الحوأب، فسمعت نباح كلاب عند هذا البئر، فقالت: أي ماء هذا؟ فقالوا لها: هذا ماء الحوأب. فقالت: ما أظنني إلا راجعة. قالوا: ولم ذاك؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تذبحها كلاب الحوأب. وكانت عائشة رضي الله عنها راكبة جمل كثير الشعر، فلا زال بها يذكرانها بالله عز وجل، وبأن يعني عصمة دماء المسلمين دي مسألة عظيمة، وأن أنت لك الحظوة والمكانة، وأول ما يشوفوك يكفوا عن القتال. فلا زال بها حتى انطلقت ومضت، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقفت عائشة رضي الله عنها، ولكن عائشة خلاص يعني الفتنة غلب عليها كثير من أصحاب العصبيات، وكانت موقعة الجمل الذي عوقر فيه جمل عائشة رضي الله عنها، وسميت هذه المعركة الطاحنة باسم هذا جمل عائشة. وأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرجعها معززة مكرمة إلى المدينة. دول يعني كانوا يعني جيلا فريدا لا نظير لهم إطلاقا، لا في الغضب ولا في الرضا، لا نظير لهذا الجيل الفريد جيل الصحابة رضي الله عنهم. فهنا علي بن أبي طالب يقول: وما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول يعني ما هناك أحد على وجه الأرض له عمل صالح يشرف صاحبه ويبيض وجهه إذا لقي ربه مثلك يا عمر، وأنا أتمنى أن أكون أو أن أموت وألقى الله بمثل عملك. وسيرة عمر طبقت الآفاق، ولكن قبح الله الرافضة
هؤلاء الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا، وآخرهم هذا العلج، حتى العلج اللي هو الخميني ومحمد باقر المحمودي وهذا الجنس اللي هم عمالين يقولوا لنا الشيعة وإيران والرافضة والكلام ده. لا، نحن براء منهم ولا نضع أيدينا في أيديهم حتى نلقى الله عز وجل، ونحن نتبرأ منهم أيضا كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنه من هؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة. قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. علي بن أبي طالب يستدل على مكانة عمر بكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وذلك أنني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وحسبك أن يكون هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول سائل: سأخطب الجمعة غدا إن شاء الله، والعنوان أخطاء العامة عند قبور آل البيت والأولياء والصالحين، ومنها شد الرحال إليها. فإذا قال قائل: أنا لا أشد الرحل إلى المسجد بل أشده إلى القبر، ولا أنهى، مش عارف مين صاحب السؤال، إيه؟ ولا نهي عن شد الرحال إلى القبور. فما الرد؟ طيب، لما يقول لا نهي عن شد الرحل إلى القبر، إحنا بنقول إذا هو شد الرحل إلى القبر فقد أثبت حكما، والأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. السؤال غلط. هو إذا شد الرحل إلى القبر فهذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور داخلة في حدود المشروعية، والمشروعية من الأحكام الشرعية، إما تدخل في الاستحباب أو تدخل في الإباحة. المشروعية بخلاف الوجوب، يعني لا يقال عادة عن الوجوب أنه مشروع. المشروعية اللي هي إيه؟ اللي هو يشرع لك، يبقى داخل في باب الاستحباب أو داخل في باب الإباحة. فالاستحباب معروف أنه حكم شرعي. فالنهاردة لما هو يقول أنا أشد الرحل إلى القبر لأزوره، فإحنا بنقول له ما دليلك على شد الرحل إلى القبر؟ لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وأنت في بلد زي كفر الشيخ إنك تشد رحلك إلى طنطا أو إلى المحل أو إلى مثلا القاهرة عشان تزور مقابر الغفير عشان تروح تتعظ هناك. إنما لما يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور أي قبور بلدكم، يعني كلام للعهد إن كل بلد الواحد يروح على القبر بتاع المقبرة بتاعت البلد عشان يزور، عشان برضه إيه يتعظ. مش المقصود شد رحل، المقصود الزيارة المطلقة اللي هي لا تشمل شد رحل. إنما هو إذا شد الرحل ورحل القاهرة عشان يروح القرافة الصغرى أو الكبرى، إحنا بنقول له هذه بدعة وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، إنما يشد الرحل إلى هذه المساجد بقصد الصلاة فيها. ولذلك كره الإمام مالك أن يقول القائل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكره أن يقال ذلك، إنما أنت تشد الرحل إلى مسجده ومن ثم تزور قبره صلى الله عليه وسلم. لكن أن يشد الرحل إلى القبر ولا يخطر بباله فضيلة المسجد ولا الصلاة في المسجد فهذا لا يجوز ولا يحل. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه جل هذه المسألة وصنف فيها كتبا وقامت عليه القيامة بسبب هذه الفتوى، وسجن أيضا بسببها، ونسب إلى معاداة آل البيت بل وإلى بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني من حوالي شهرين أو 3 بعض الإخوة كان أرسل لي كتاب كان يباع مع بائعي الجرائد اسمه أخطاء ابن تيمية في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتبه رجل جاهل أو 2 من الجهلة الذين يحترقون كرها على ابن تيمية رحمه الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ابن تيمية ماشي كالسهم، أهو الرجل اسمه بيلمع من يوم ما ظهر حتى الآن، ونحن لا نعلم في الدنيا أن رجلا تمذهبت دولة بمذهبه إلا ابن تيمية والسعودية، بل زي السعودية ده شغال على تراث ابن تيمية، دولة كاملة تنشر فكر وتراث شيخ الإسلام ابن تيمية. وما كما تعلمون أنه سجن 17 سنة، ومع ذلك أنه كان مسجونا قيد الإقامة الجبرية، ما كانتش السجون آنذاك سجون كسجوننا الآن، فيها إهانة وفيها بهدلة وفيها تعذيب وفيها تهدر كرامة البني آدم إلى أقصى حد. لا، كان بيبقى زي الإقامة الجبرية. كان لما ابن تيمية جاء مصر وشرف مصر ونزلها وغاب في مصر 5 سنين، بس أول ما استقبلوا على الحدود خدوه حطوه في السجن في اسكندرية على طول. فدي كانت إقامة جبرية. كان هو لما دخل السجن كان معاه 2 إخواته كانوا دايما معاه، خلاص رتبوا له خادما وعملوا له مصاريف وعملوا له بقى ايه، بس ما يطلعش من السجن زي الإقامة الجبرية، وسمحوا للطلبة أن يدخلوا عليه، فختموا عليه البخاري وختموا عليه مسلم والكتب ال6 وقرأوا عليه طرفا من مسند الإمام أحمد. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الماتع منهاج السنة النبوية